نور، مش هنسيبها ضلمة. كل ورقة من اللي على الصليب دول فيها تقل، كل ورقة بتحكي عن خطية، عن عقدة أو صراع، بس كلهم متسمرين على الصليب. وده مش مجرد خشب وورق وشوية مسامير، ده رمز بيفكرك إنك تقدر تعيش حر، تقدر تخرج من تحت سلطان أي حاجة من دول. فلو أنت زي حالاتي كده في ورقة أو أكتر من اللي على الصليب دول يخصوك أو واقفين بينك وبين ربنا، فأنا عايز أقولك حاجة تشجعك. الكتاب المقدس بيقول عن الرب يسوع المسيح كده: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. يعني باختصار كده الكتاب المقدس بيقول عن يسوع إنه شال في جسده لما مات على الصليب كل الخطايا دي وأكتر بكتير، وقدم ليا وليك دعوة إننا نعيش من غير قيود، نعيش في حرية، نموت عن الخطية ونعيش في البر. والدعوة دي يسوع دفع ثمنها موته على الصليب، وكل اللي عليك النهاردة إنك بس تقبل دعوته وتروح للصليب بخطيتك مهما كانت، تسمرها وتمشي حر مرفوع الراس من غير لا ذل ولا كسرة عين. فروح للصليب.